مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار الفضاء المساء من الفضائية الإريترية المستهل بالعناوين. بحث برامج التنمية في إقليم جنوب البحر الأحمر. إريتريا تشارك في مهرجان صداقة الشعوب في الخرطوم. وزارة التعليم تقيم عمل العام الدراسي المنصرم. وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتشارلز الثالث يرث العرش. كوريا الشمالية تقر قانونا يجيز تنفيذ ضربة نووية وقائية. غوتيريش يصل باكستان ويناشد دول العالم تقديم مساعدات في أعقاب الفيضانات. السلام عليكم ورحمة الله. التقى حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي يومي 7 و8 من سبتمبر الجاري. التقى السكان وعمال القطاع العام وبحث تنفيذ برامج التنمية. وقال السفير محمد سعيد منتاي أن بناء الشباب جزء هام من هذه البرامج، داعيا المجتمع عامة والأسرة على وجه الخصوص للقيام بدور طليعي لبناء الأجيال بالثقافة والقيم السمحة. وشدد على أهمية المشاركة الشعبية في برامج التنمية من التخطيط وحتى التنفيذ، موضحا الجهود الجارية لتقديم خدمات اجتماعية في الريف النائي. ودعا المجتمعون لعقد مستمر لمثل هذه اللقاءات وحل المصاعب في بعض الخدمات. شاركت إريتريا في المهرجان الدولي الذي نظمه مجلس الصداقة الشعبية العالمية في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة من أكثر من 18 جالية. وقدم في المهرجان المنظم تحت شعار لتزدهر صداقة الشعوب الإفريقية من 4 حتى 6 من سبتمبر الجاري، ومشاركة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في السودان، محتويات تعكس ثقافة وتراث الدول. وتضمن الركن الإريتري معرض للصور حول برامج التنمية والأغذية الشعبية والأدوات التراثية. وقال سكرتير جمعية الصداقة الإريترية السودانية السيد إدريس محمد سعيد إن مثل هذه المناسبات لها دور كبير للدفع بالعلاقات والتعاون المشترك والروابط الثقافية بين الشعوب والدول. وشكرت الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية سلوى محمد محجوب شكرت جميع المساهمين لتنظيم ونجاح المهرجان، مؤكدة العمل بقوة لتمتين علاقات الدول الإفريقية. هذا وقدمت العديد من الدول والمؤسسات السودانية منتجاتها في المهرجان. قيمت وزارة التعليم في اجتماع عقدته يومي 8 و9 من سبتمبر الجاري في أسمرة أنشطة العام الدراسي 2021-2022 وبحثت البرامج المستقبلية. وقيم الاجتماع تقارير الأقاليم ومركز التدريب المهني في ساوة ومدارس الجاليات الإريترية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى برامج وتعليمات الوزارة المنفذة وغير المنفذة. وبحث الاجتماع جميع القضايا التعليمية وتحدياتها والأنشطة الثقافية الرياضية والصحية ودور الطلاب في حملة التنمية الصيفية والتدريب الفني والمهني. ودعا المشاركون في الاجتماع للاهتمام بتحسين أوضاع وعمل المعلمين وتعزيز دور الوزارات والاتحادات والإدارات والمؤسسات وقضية المدارس الأهلية وبناء مدارس جديدة ودور ومساهمة إدارات الأقاليم في تطوير لغة الأم ونقص المستلزمات. أوضح المدير العام لقسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بطرس هيلماريان في ختام الاجتماع إن العام الدراسي 2021-2022 كان جيدا نسبيا، ويتطلب العمل الفعال في الجوانب المحتاجة للأولوية. وقدم توضيحا عاما حول الأسئلة والاستفسارات المقدمة من المشاركين، مشيرا إلى وجود خطة للعمل لتحسين نوعية وكفاءة التعليم في العام الدراسي 2022-2023.
قامت لجنة رعاية الأمومة والطفولة المقامة قبل 5 سنوات في مديرية أفعبد قامت بمهام ناجحة. وأوضح الاجتماع التقييمي الذي شارك فيه أعضاء اللجنة وإدارة المديرية وشركاء العمل الإسهام الكبير للجنة في التوعية الصحية الذي نتج عنه انخفاض الولادة في المنازل، والتعاون الكبير لإدارة المديرية وإدارات الضواحي. وأشار الاجتماع إلى أن الدعم المالي المقدم من الأسر كان له دور فاعل في تخفيف مصاعب المواصلات للحوامل اللائي يلدن بالعمليات، بالإضافة إلى مساهمة توظيف جراحي الولادة في مستشفى أفعبت لسلامة الأمهات والأطفال. وذكر التقرير المقدم في الاجتماع بأن افتتاح سكان ضاحيتي قلامة ونارو تبعت نقاط صحية بمبادراتهم الذاتية وتقديم الحكومة للأدوات الطبية والكادر الصحي ساعدها في الحصول على الخدمات الصحية عن قرب. ودعا مسؤول الإنجاب الصحي للأسرة والمجتمع في مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد زدنجل غورغوريوس إدارات الضواحي والكادر الصحي لمتابعة جادة لقضية رعاية الأمومة والطفولة. من جانبه دعا مسؤول الخدمات الصحية في مديرية أفعبت الممرض أسرات أمينة للحفاظ على الإنجازات التي تحققت وتصحيح النواقص سريعا. وأشاد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب بالأعمال الناجحة التي قامت بها لجنة رعاية الأمومة والطفولة، داعيا لبذل الجهود لإيصال الأدوية سريعا إلى الكادر الصحي العامل في الريف النائي وإيجاد الحلول لتنفيذ برامج التطعيم في أوانها. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، ونكس القصر الملكي الأعلام عقب إعلان الوفاة، ويخلف تشارلز والدته ليصبح ملك بريطانيا الجديد. وقال قصر باكنغهام الذي نكس الأعلام حدادا في بيان: توفيت الملكة بسلام في قلعة بالمورال في اسكتلندا، وبوفاة الملكة إليزابيث يصبح ابنها الأكبر تشارلز ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى منها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. ويبدأ تشارلز فصلا جديدا غير واضح للعائلة المالكة بعد فترة حكم الملكة التي تعد أطول امرأة مكوثا في الحكم بتبوئها العرش ل70 عاما. وخيم الحزن على إرجاع بريطانيا، وتوافد المواطنون على القصور الملكية لوضع باقات الورود تعبيرا عن حزنهم على وفاة ملكتهم. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن السلطات صادقت على قانون يخولها تنفيذ ضربة نووية وقائية، ما يرسخ بشكل رسمي سياسة البلاد تجاه هذه المسألة، ويجعل وضع البلاد بوصفه قوة نووية أمرا لا رجوع فيه حسب كلمات الزعيم كيم جونغ أون. وكانت بيونغ يانغ قد أجرت سلسلة اختبارات هذا العام رغم العقوبات، بما في ذلك اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017. ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله أمام مجلس الشعب الأعلى أي البرلمان: إنه بهذا النص الجديد أصبح وضع بلدنا بوصفه دولة تمتلك السلاح النووي أمرا لا رجوع فيه. يأتي هذا الإعلان وسط توتر العلاقات بين الكوريتين، إذ تتهم بيونغ يانغ سيول بالمسؤولية عن تفشي كوفيد-19 على أراضيها وتهدد جارتها بالانتقام. ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم لمساعدة باكستان في أعقاب الفيضانات العارمة التي شهدتها مؤخرا، وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة وتشريد مئات الآلاف الآخرين، وذلك بعد وصوله إلى البلاد في زيارة للإعراب عن دعمه للشعب الباكستاني وتفقد المناطق المتضررة. وقال غوتيريش إنه وصل إلى باكستان للتعبير عن تضامنه العميق مع الشعب الباكستاني بعد الفيضانات المدمرة. كما ناشد المجتمع الدولي تقديم دعم هائل لباكستان في الوقت الذي تتعاطى فيه هذه الدولة مع هذه الكارثة المناخية.
تأتي هذه الزيارة من قبل غوتيريش لباكستان بعد أقل من أسبوعين من دعوته لتقديم 160 مليون دولار كتمويل طارئ لمساعدة المتضررين من الأمطار الموسمية والفيضانات التي تسببت في أضرار لا تقل عن 10 مليارات دولار ومقتل 1391 شخصا على الأقل. وتصدر الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي تحذيرا صارما بشأن آثار تغير المناخ. أكد تقرير أممي أن العالم تراجع 5 سنوات على صعيد التنمية البشرية في قطاعات الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب الأزمات العالمية ومن بينها بالخصوص جائحة فيروس كورونا. ووصى التقرير بتركيز الجهود على 3 محاور الاستثمارات ولا سيما في الطاقات المتجددة والاستعداد للجوائح المقبلة والتأمين بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص الصدمات والابتكار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المقبلة. ولأول مرة منذ تبنيه قبل 30 عاما أكد التقرير انخفاض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي لعامين على التوالي في 2020 و 2021. ويشمل هذا التراجع العالم أجمع تقريبا، إذ يطال أكثر من 90% من الدول حتى لو أن التباين لا يزال صارخا بين مختلف البلدان. ختاما لنشرة الأخبار هذا تذكير بالعناوين. بحث برامج التنمية في إقليم جنوب البحر الأحمر. إريتريا تشارك في مهرجان صداقة الشعوب في الخرطوم. وزارة التعليم تقيم عمل العام الدراسي المنصرم. وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتشارلز الثالث يرث العرش. كوريا الشمالية تقر قانونا يجيز تنفيذ ضربة نووية وقائية. وغوتيريش يصل باكستان ويناشد دول العالم تقديم المساعدات في أعقاب الفيضانات. شكرا لمشاهدتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.